السلام عليكم واهلا وسهلا بكل متابعينا في فيديو مهم جدا جدا عن اخر اخبار والكواليس وما يحدث في نادي الزمالك. لايك جميل، اشترك في القناه لو انت جديد، نوصل فيديوهات لاكبر عدد من اللايكات يعظم جمهور، ونتابع بقى ونشوف مع بعض اخر التطورات واخر المواقف واخر الكلام وبما يحدث في نادي الزمالك. انت وانا وكلنا عارفين الصدمه اللي احنا فيها دلوقتي، ومحدش عارف مستقبل الزمالك فين. كل شيء متوقع، كل شيء على عينك يا تاجر. ممكن بعد ساعه تسمع حل مجلس الاداره، وممكن يقول لك المجلس ممكن يكمل، وممكن كلام تاني، وممكن كلام تالت، وماذا سيحدث الله اعلم. في النهايه لك الله يا زمالك. سؤال حلقه اليوم: انت شايف اللي بيحصل مع الزمالك ده طبيعي؟ هل ده منطقي؟ والعيب من مين؟ اكتب وجهه نظرك، سواء بقى من الاداره سواء من حد تاني. اتمنى كل الناس اللي داخله على الفيديو ده تشارك برايها. تعال اقول لك اخر التفاصيل وماذا سيحدث في نادي الزمالك. سمعنا الفيديو السابق قرار النيابه العامه اللي هو يعتبر ملخصه يعتبر بيتكلم في شبهة مالية في نادي الزمالك، والموضوع ده قيد التحقيق حاليا، ولو ثبت بنسبة 100% التقرير اللي هيطلع شبهة مالية بالنسبة لنادي الزمالك كمجلس إدارة، سيتم فورا حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد مؤقت ولف بينا يا حياة. فالموضوع قيد التحقيق وكل شيء وارد. ممكن تقترح سؤال وتقول يعني عشان احنا ما وافقناش على الأرض البديلة عملوا كده، وقال لك بص انت محطوط قدام حاجتين، يا أرض بديلة يا نقول لك عندك اختلاس وعندك شبهة ويتم رحيل مجلس الإدارة. الموضوع كالتالي ممكن يمشي بالشكل ده، الله أعلم. كل شيء وارد، وانت وانا وكلنا ممكن نتوقع أي حاجة ممكن تحصل. أيا كان هتفضل تقول من يتحمل المسؤولية في قصة الإهمال اللي بيحصل في نادي الزمالك وما سيحدث الله أعلم. لكن هقول لك حاجة تانية دلوقتي، هقول لك بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة بشأن أرض الزمالك في أكتوبر. أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان رسمي استمرارا لأزمة سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر. يأتي البيان عقب بيان النيابة بخصوص أرض السادس من أكتوبر. النيابة العامة أصدرت بيان مؤخرا تحدثت عن تشكيل لجان تم انتدابها لفحص العديد من الملفات، والمحت النيابه الى تواجد شبهه اهدار مال عام. البيان تحدث ان الوزاره لن تقوم بالادلاء باي تصريحات او اتخاذ اي اجراءات في هذا الشان الا بعد انتهاء النيابه العامه من التحقيقات واعمالها التزاما منها باحترام القانون وسريه الاجراءات والتحقيقات، والتزاما بمبادئ الشفافيه وسياده القانون، مؤكدا حرص الوزاره على استقرار نادي الزمالك، وأنها قامت بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة. ده وفقا كده للكلام. هل ممكن يكون في أرض بديلة أو لأ؟ الله أعلم. لكن حتى الآن الموقف في الزمالك صعب. كان في جلسة رموز النادي علشان اللي بيحصل والكلام ده، ولكن تم تأجيلها وفقا لمصدر، فإن مجلس الزمالك أو إدارة الزمالك قرر تأجيل عقد الجلسة التي كان مقرر لها أمس الثلاثاء، وذلك عقب صدور بيان النيابة العامة المتعلق بأرض الزمالك بالسادس من أكتوبر أو اليوم الثلاثاء. الجلسة تكون اليوم الثلاثاء. رد فعل بقى أحمد سليمان على بيان النيابة العامة. أحمد سليمان علق عضو مجلس الإدارة على بيان النيابة العامة بخصوص أرض النادي. أحمد سليمان قال: إلى من يهم الأمر، إذا كان هناك أي خطأ منسوب إلى مجلس الإدارة فنحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة، وانا اولهم والمسؤول امام اي جهه. اما الكيان فهو رمز رياضي مصري اصيل ملك الاعضاء وجماهيره، وكل امل ورجاء ان نتعاون جميعا للحفاظ عليه وعلى تاريخه ومكتسباته وتنميته للوقوف مستقبلا امام اي عقبات. كله كلام في الهوا، وده من افشل المجالس. بص، ايا كان القرار يحصل، من افشل المجالس اللي جت في تاريخ نادي الزمالك. ناخد بقى محاولات اخيره من اداره الزمالك مع هذا اللاعب، وفقا لبعض الكلام عن محاولات من اداره النادي في التواصل مع عبد الحميد معالي لاعب الفريق. هذا التواصل في محاوله لاقناعه بالاستمرار وعدم فسخ التعاقد خلال الفترات الحاليه. اوضح المصدر ان تحركات اداره الزمالك جاءت لرغبه النادي في تجنب اي شكوى جديده ضد النادي في الاتحاد الدولي لكره القدم. اشار المصدر ان النادي يسعى لاحتواء موقف عبد الله عبد الحميد معالي لمنع اي شكاوى جديده. ده بالنسبه للاعب اللي قرر فسخ التعاقد زيه زي لعيبه كتيره. سيف زاهر بيتحدث عن وجهه حامد حمدان القادمه. لا اعتقد هو صعب حامد حمدان وسط الظروف اللي احنا فيها يجي نادي الزمالك، على الاقل لحد لما انت يعني تشوف موضوع القيد. وفقا لكلام الاعلامي سيف زاهر كشف ان اللاعب الان محط انظار الزمالك وبيراميدز والاهلي. يتحدث عن الواجهه المحتمله. اوضح سيف زاهر ان حامد حمدان بات قريب من الانتقال الاهلي، قال ان اللاعب في الاهلي على مسؤوليتي. واضاف: صفقه انتقال اللاعب الاهلي قد تتم سواء عبر البيع النهائي او من خلال صفقه تبادليه بين الاهلي وبتروجيت، في انتظار حسم التفاصيل الرسميه خلال الفتره المقبله. ده اللي احنا قلناه.
تعليق معتز الشامي على بيان وزارة الشباب والرياضة، قال كل الدعم لنادي الزمالك والإدارة في موقفها القانوني برفض استبدال الأرض، أما تحقيق النيابة فكلنا ثقة وإيمان في عدالة النيابة والقضاء المصري بإنصاف الزمالك في أسرع وقت. هيثم فاروق كان ليه تصريحات، أشاد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق باللاعب شيكابالا، واكد على انه يعتبره احد اساطير كرة القدم المصرية والافريقية وايقونة جماهيره ذات تأثير خاص، واشار الى التكريم الذي نظمته رابطة جماهير القلعة البيضاء في قطر جاء معبر عن قيمة شيكابالا وتاريخه. تطورات اصابة ثلاثي الفريق قبل كده مواجهة حرس الحدود، المهم عبد الله السعيد واحمد ربيع ونبيل دونجا اكد ان الثنائي السعيد وربيع يغيبان عن مواجهه حرس الحدود القادمه في كاس عاصمه مصر لاستمرار الاصابه، اما السعيد يعاني من شد بالعضله الخلفيه في حين يشكو ربيع من اصابه بالعضله الضمه ما يمنعهما من اللحاق. تزايد فرص لحاق دونجا بالمواجهه عقب تحسن حالته بشكل ملحوظ، ده بالنسبه كده لنبيل عماد دونجا. ابراهيم فايق قال ملف قضيه الزمالك ارض اكتوبر يصل الى هذا الحد. علق الاعلام ابراهيم فايق على بيان النيابه العامه بخصوص ارض النادي في مدينه السادس من اكتوبر. النيابه العامه اصدرت بيانها مؤخرا تحدثت عن تشكيل لجان تم انتدابها زي ما احنا قلنا. الاعلام ابراهيم فايق من خلال تصريحات تلفزيونيه تحدث ان بيان النيابه العامه اكد ان الامر حاليا بيدها، مضيفا ان الكلام الاعلامي شيء في القضيه وتواجدهما بين جدران النيابه العامه امر اخر. وكشف فايق أن هناك معلومات أخرى تؤكد أن القضية ليست سهلة والملف كبير والأمور بها كلام عن كسب غير مشروع وتفاصيل من الصعب البوح بها. أيا كان هننتظر ونشوف ماذا سيحدث في الزمالك في كل القصة والقضية دي. موقف بقى عمر جابر من مباراة حرس الحدود، يسعى عبد الرؤوف لاستعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعب تمهيدا للاعتماد عليه أمام بلدية المحلة والتي تأتي عقب مباراتي حرس الحدود وسموحة. يضع المدرب كده مباراة البلدية في كأس مصر على رأس أولوياته حاليا باعتبارها محطة مهمة بمشوار الأبيض، وهو ما يدفعه العمل على تجهيز أكبر عدد من اللاعبين خصوصا في مباراة كأس العاصمة. برضه الزمالك بيقدر استعادة لاعبه كده للتشكيل الأساسي. يهدف الجهاز الفني للزمالك في المقام الأول لتجهيز اللاعب بدنيا زي ما احنا قلنا. حاليا الدباغ بينتظم في تدريبات الزمالك عقب حل الازمه وموقف الاداره من عروض بيعه. اكد مصدر داخل الزمالك على انتظام اللاعب عدي الدباغ في تدريبات الفريق بعد حل ازمه مستحقات اللاعب المتاخره بصرف جزء من المستحقات متاخرا، واوضح المصدر ان اللاعب انتظم في التدريبات بشكل طبيعي عقب حل الموقف مؤقتا استعدادا لمواجهه حرس الحدود يوم السبت المقبل. في نفس السياق نفى مصدر من داخل نادي الزمالك وصول اي عروض احتراف للاعب عدي الدباغ مؤقتا، انه في حاله وصول اي عروض سوف يتم مناقشتها بما يناسب مصلحه نادي الزمالك. جون ادوارد يتواصل مؤخرا مع لاعبي الزمالك لهذا الغرض. كشف مصدر داخل الزمالك عن تواصل المدير الرياضي للفريق الكروي جون ادوارد حرص على توجيه رسائل اطمئنان الى اللاعبين وانهم بعيدين عن الازمات او يبعدهم عن الازمات الاداريه الاخيره واي شخص او اي شيء يخص ارض اكتوبر او اي قضايا اخرى، واكد لهم ان الفريق بعيد تماما عن اي ملف من تلك الملفات وان الهدف الاساسي هو توفير بيئه مستقره للتركيز على كره القدم فقط، مؤكدا لهم ضروره التركيز في الملعب والفصل بين الملعب وبين تلك الازمات حتى لا تؤثر على الاداء او النتائج. وشهد ان هناك تركيز كبير داخل النادي على الفريق لاعدادهم بشكل افضل من كل النواحي. الزمالك برضه بيطمئن على الجزيري وجلسات ركبه العواد. خضع محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي بالنادي لجلسات علاجيه مكثفه على الركبه، وذلك فور عودته من قطر ومشاركته مع المنتخب الثاني في بطوله كاس العرب التي خرج منها المنتخب من الدور الاول. نشر الحارس صوره عبر خاصيه كده القصص على الانستجرام اثناء خضوعه للجلسات مما يشير الى حاجته لبعض التأهيل بعد الجهد البدني المبذول مؤخرا في المقابل. حرص مسؤول الزمالك على الاطمئنان على اللاعب الجزيري وذلك في ظل تواجده حاليا مع منتخب بلاده استعدادا للمشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه في المغرب. ده بالنسبه كده للجزيري. ايا كان نتمنى كلنا التوفيق لنادي الزمالك الفتره القادمه، خصوصا ان انت عندك حاجات كتير. في كلام ان المصري مهتم بالمهدي سليمان اللي هو الزمالك جاي وما تعرفش الصفقه دي جت في ايه وهتمشي في ايه ورايحين فين وجايين منين، وما زال الزمالك بيعاني من كل سنه من قرارات اداريه فاشله، من فشل اداري، من حاجات كتيره. في النهايه اللي بيدفع الثمن هو نادي الزمالك وليس احد.